الهيئة العليا لحزب الحركة الشعبية العربية تمرد تحت التأسيس. أستاذ سامر، وأنت في أنف قناة السويس الجديدة انطباعاتك إيه يا فندم؟ انطباعاتي حاسس بإحساس لا يوصف من الفخر والاندهاش بصراحة يعني إنجاز. يعني قناة السويس عمل هندسي، حفر قناة السويس الجديدة في الزمن القياسي ده عمل هندسي يعني هيفضل يدرس في كل كليات الهندسة في العالم. حضرتك شايف إن ده حصاد لثورة 30 يونيو، إن أنتوا حملة التمرد كنتوا أحد أهم الداعين ليها وأحد القياديين لثورة 30 يونيو؟ ده حصاد طبيعي وحق مشروع الشعب المصري ان هو في التنمية المستدامة، في المشاريع اللي بتدر عائدات. يعني مشروع قناة السويس ده مشروع يضاهي السد العالي، يضاهي مشروع الحفر الاول لقناة السويس الاولى. كان لازم نفكر خارج الصندوق، لازم ندور على افكار غير تقليدية، لازم ندعم الموازنة بتاع حاسين يعني بإنجاز غير عادي، فخر. احنا مقبلين على مؤتمر اقتصادي ان شاء الله خلال 48 ساعة تبتدي فعالياته في مدينة شرم الشيخ. زيارة النهاردة كانت ضمن مجموعة من الفعاليات قامت بها الحركة للترويج للمؤتمر الاقتصادي. بدأنا بمؤتمر من حوالي شهر، كان تحت عنوان شارك استثمر مصر أكبر. 3 مجموعة من الفعاليات الإلكترونية. بعد كده من يومين كان عندنا مؤتمر في إحدى المراكب العائمة على النيل، والنهارده بنختتم فعالياتنا الترويجية للمؤتمر الاقتصادي. رسالتك للشعب المصري كان بيقول العمل ما أوعد به أو العمل وكل ما أملك. رسالتي للشعب المصري إن مصر بتقدم، مصر بتتغير في عمل على الأرض، عمل قوي. يا ريت كل الناس تفضي وقتها وتيجي تشوف علشان تكتسب باور إضافي، تكتسب عزيمة، تكتسب طاقة إيجابية. البلد بتتغير ومحتاجة الكل يتكاتف، ومحتاجة نكون على قلب رجل واحد. بجد دي معاني جميلة جدا مش هيحسها غير في الأماكن اللي فيها عمل وإنجاز.